يا لهوي على الحر يا جدعان، ايه يا حاج؟ ايه؟ تكييف في المطبخ؟ تكييف في المطبخ ازاي يعني يا حاج؟ يعني مش فاهم، ده احنا عايزين نجيب مايكرويف بقالنا 7 سنين وانا قاعد اماطل معاكي في الحوار، قاعد اقول لك نوعه ايه وشكله ايه عشان مش معايا فلوس اجيبه، تقول لي تكييف في المطبخ؟ انا مش عارف انتوا العشم دي جايبينه منين؟ يعني انتوا شايفين حاجه انا مش شايفها مثلا ولا إيه؟ لا اله الا الله، ده احنا تكييف اوضه النوم بنشغله ساعه قبل النوم يا حاج، يسقع على الحيطه وافضل لازق ظهري في الحيطه طول الليل عشان اوفر في الكهرباء، تقول لي تكييف في المطبخ؟ دي خلاص من كتر الطبخ يعني الصواني مقطعه بعضها. ما بلاش علينا بقى يا حاج، ما احنا عارفين الاسبوع ماشي ازاي معاكي في صينيه المكرونه البشاميل اللي بتقعد 3 ايام ويومين ما اعرفش سمك مشوي ويوم كشري اصفر ويوم فول وطعميه ولا اطفحها اي حاجه من الثلاجه، ما يعني عارفين اللي فيها بقى، ما بلاش نفتح لبعض في الكلام. الله يكرمك يا حاج، لا دي للناس اللي بتدخل المطبخ بقى، اللي قاعده تفنن وبتاع وبتعمل صواني وقاعدين قدام لكن الفرن عندنا ده فيه عنكبوت من قله الاستخدام. الله يسترك يا حاج، ده المندوب الغاز بيجي عندنا بيستغرب انتوا بتاكلوا منين يا جدعان، اللي هو البتاع ما اتحركش اصلا. فبلاش الله يكرمك، بلاش بلا تكييف في المطبخ، يعني خلت بيكاتا شامبينيون مقطعه البيت. التكييف اللي في المطبخ، اجيب تكييف في المطبخ وفي الاخر تعملي لي لوبيا وبسله وبتاع، ما تقوليش ده، نقول كلام قدام العيال، مش هينفع بقى يا عم. الله يكرمك الله يكرمك، شوف على الطفاحين اهو خلاص، الله يستر.